كاليتي ديال الثقل اللي كان فيها ما بقاش، بدات غير كتخوى وعاد يزيدوا عاوتاني اش بقى فيها. اللهم يمشيو الناس يبقى يطيبوها بالعواد كاع ولا بشي حاجه ويخلوا الناس تقدير غراضي. كلنا الاخوان شفنا ارتفاع الثمن ديال البوطه في المغرب، واللي البوطه الكبيره ولات 50 درهم ومتوسطه ولات 25 والصغيره ولات 250. انا عارف باللي المغاربه ما راضيينش مع هذا الشيء نهائيا وما عجبهمش الحال نهائيا، ولكن ثقوا بيا هادشي اللي كاين. انا عارف باللي هاد القضيه هادي قاصحه شويه وخصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك. السؤال اللي كيتطرح اشنا هو السبب ديال ارتفاع الثمن ديال الغاز البوتان اي البوطه؟ على بركه الله انا بسير وهذه قناه بسير المقاوم. جريدة هيسبريس خرجت وشافت الآراء ديال المواطنين على هاد الفضيحة ديال ارتفاع الأثمنة ديال البوطة، وكانوا الردود صادمة، وكاين اللي ما عجبوش الحال نهائيا، وكاين اللي كيقول بالنقص كاع من هاد البوطة هادي، وكاين اللي غادي يستعمل غير الفاخر عوض ما يستعمل البوطة اللي دايرة 50 درهم أو 25 أو 250. فاخر عندي الفاخر ندير على الفاخر كافيني مجمر كاع النار هو شاعل. غنشوفو غيطفى نزيد فيكم يشاط الفاخر راه 80. وكما قالت هاد السيدة هادي، شوفوا هاد السيد حتى هو اشنو قال. بدات غير كتخوى وعاد يزيدوا عاوتاني اش بقى فيها. اللهم يمشيو الناس يبقى يطيبوها بالعواد كاع ولا بشي حاجه ويخلوا الناس تقدير غراضي بداك الشيء بدائيا. انا حاسب هادشي اللي كيدوزو منه المغاربه خصوصا بهاد الفتره ديال اقتراب عيد الاضحى. انا هاد النهار هذا او في هاد الفيديو هذا كنت باغي ندوي على الكارثه او موت الرئيس الايراني، ولكن سبقت هذا الموضوع هذا حيت جاني مهم بزاف وكيهم اكثر من ذاك الفيديو. كما كيقول فوزي القجع باللي الدوله المغربيه في 2023 خصات 111 مليار نتاع الدرهم باش يدعموا غاز البوتان وما استفدوش منه 20% ديال الفقراء الا ب2.5 ديال المليار سنويا، واستافدوا 20 مليون في المية اللي عندهم الامكانات. 2015 ل 2023 خصت 111 مليار نتاع الدرهم لدعم غاز البوتان، من اكثر 27% من هذا الدعم هذا لم يستفيد 20% من الفقراء الا ب2.5 المليار سنويا الا ب 14. وكيقول محمد بن الفقيه هاتف العام للجمعيه الوطنيه لموزعي الغاز السائل بالمغرب. غزوال في البنوات، في الباتريات، في المسائل كامله اللي كنستعملهم في التوزيع، وحنا عندنا بضاعه اللي هي مقننه ما يمكن للناس نهائيا نقيسوا ان الحل الوحيد هو انهم يديروا اضراب. ايا الاخوان اضراب، والا ما داروش اضراب غادي يوقفوا داك الشيء بوحدهم بلا اضراب. المهنه بالطريقه هذه اذا بقى عندهم حل واحد انهم الا ما وقفوش، يعني الا ما داروش اضراب غيوقفوا بوحدهم، حيت ما يمكنش ان الانسان يبقى والانسان ما يمكنش يبقى غادي في هذه الخساره هذه بحال هكا والناس يبقاو كيتفرجوا فيه. كنظن بلي الميساج واضح. وكيقول الوزير فوزي القجع واخا ارتفع الثمن ديال البوطه، الثمن ديال الخبز ما غاش يتقاس وما غاش يترفع. السبب بقى الخبز في الثمن تاعو وغايبقى في الثمن تاعو دون اي ارتفاع ودون اي علاقه بين الموضوع. هذا هو الفيديو واعطوني الاراء ديالكم على الكارثه. كان معكم الياس، تهلا.